ازاي ايا كانت خصائصك الفسيولوجيه. وايضا اكتشفوا حاجه اسمها الجينوتايب اللي هي خصائصك السيكولوجيه، فطرتك، الغريزه اللي اتولدت بيها. ومش بس كده، ما جبلت عليه، يعني جبلتك في الخير والشر كمان. فكأن في ناس عندها استعداد، بتتولد باستعداد ان هي ممكن تبقى بخيله، حريصه شويه، عندها قدر من الحذر او الحرص اللي قد يؤدي الى بخل. في ناس بتتولد عندها سقف الطموح اعلى من غيرها، ومن ثم ممكن يبقى مجبول على النفاق والتسلق او الاجتهاد وما الى ذلك. في واحد عنده دبلة النظام والتنظيم والتخطيط، وفي واحد بيتولد عشوائي وايزي جوينج وبيحب يعيش يعني اليوم بيوم وهكذا. وده كلها دي عنصر من الثلاثه وليست كل العناصر، واحنا بنقول عليه بلو برنت، استعداد، خاصيه استعداد. اذا انت برضه مولود بطبع ان انت اجتماعي، او عندك استعداد ان انت تتكلم لما تكون في مجموعه كبيره كده. ممكن تقف لواحد تقول له كذا، ايه الاخبار؟ ايه رايك في المحاضره؟ والله كانت ظريفه. طب حضرتك ايه؟ انت ساكن فين؟ طب هندسه ايه؟ وما الى ذلك. وفي واحد تاني يستحي، عنده حياء، ما يعرفش يتكلم الناس، يخاف يتكلم عن حد، يخاف يضحك حتى لو سميته تبان فيقول حد يتريق عليه، يبقى واخد باله من لبسه كويس قوي. دي جايه بطبعه زي غاندي. مهاتما غاندي كان كده لحد سن حاجه 40 سنه، كان يخاف يبص لحد في عينيه. فاذا في طباع انت بتتولد بيها. فليكن انت في اسره اجتماعيه، اسره فيها فنانين بتوع علاقات عامه طول النهار، ناس داخله وخارجه، وانت طبعك انطوائي وما بتحبش تتكلم كتير، فهتلاقي في صراع ما بين الطبع والتطبع. فاهلك يقولوا لك ايه؟ عيب يا ولد تقول حاجه، اتكلم، عيب روح سلم على ضغط، مش عارف تسلم عليه وانت قاعد طبعا طيب ومسلم ايه؟ رايح تسلم وقاعد كده وداخل اوضه تاني. عندك طبع، ففي صراع طبع وتطبع، والعكس صحيح. لو انت طبعك اجتماعي كذا، والدك مثلا باحث ووالدتك من نوع الانتروفيرت برضه طبعها انطوائي، لكن انت كل النهار طول النهار تتكلم، تسكت شويه، فتلاقي الرساله بتختلف، صراع طبع وتطبع. نرجع تاني للطبع. الطبع برضه او الجينوتايب عندك بيفرض حاجه اسمها خريطه الذكاء والغباء عندك. كل واحد عنده انتليجنس ماب او خريطه ذكاء يتفاوت فيها قدر ذكائك حسب انواع الذكاء. وانواع الذكاء ابتدوا يكتشفوا مؤخرا ان مفيش حاجه اسمها واحد ذكي وواحد غبي. في حاجه اسمها واحد ذكي في امور وغبي في امور اخرى. فلو انا هسرد انواع الذكاء سريعا كده، انت بتتولد بنسبه في كل حاجه زي التورته كده متقسمه حسب. في اللي هو اول نوع ذكاء اللي هو اشهرهم، اللي العالم كله قاعد يشتغل بيه فتره طويله قوي، اللي هو ماثيماتيكال لوجيكال او الذكاء المنطقي الحسابي اللي هو الاي كيو. تفهم بيه المعادلات الرئيسيه. معظم المهندسين او اطباء هتلاقيهم الاي كيو عندهم عالي، ومن ثم عنده المنطق العام ذكي فيه، بيقدر يفهم حاجات، معادلات معينه، حاجات فيها منطق حسابي. تاني نوع ذكاء بتتولد بيه برضه على حسب نسبته عندك هو الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو ببساطه قدرتي ان انا افهم نفسي، افهم انا متضايق ليه، وافهم انا مبسوط ليه، وافهم لما يجيش مثلا فجاه اخر الليل تلاقي قلبك مقبوض او بتتصرف بعصبيه وانت مش فاكر تحديدا هو ايه اللي حصل. هو ببساطه الصبح وانت بتسلم على واحد تعرفه، سلم عليك ايه بقلاطه، ما ادكش وضعك يعني، شلتها بلعتها وكملت، ولقيت نفسك عمال تشتم في المرور وفي الزحمه وفي الناس، ورجعت لقيت كوبايه الشاي مش عارف مالها والسكر ناقص والمكرونه ما بتحبهاش طبخينها، فاليوم باظ. فواحد يسالك اخر اليوم هو ايه؟ كان اليوم نكد. ليه يا عم؟ ما اعرفش حاجه تقرف في البلد ده اتحلق كده. وهي كلها الصبح انت الراجل سلم عليك بطريقه رخمه شويه، او بعت واحد مسك طول ما ردهاش، عملت كومنت على الفيسبوك لقيت عليه 2 لايك بس. حاجه ضايقتك بلعتها وانت مش مدرك ان الحاجات دي تحديدا بتضايقك، او ان انت في لحظه عرفت ان فلان جاب مجموع معين فداخل جامعه بره هيبقى كذا وتعين في وظيفه، ف تبين في نفسك يعني خدتها كده بلعتها كده
وبقيت عصبي ومتنشن وشايف الدنيا مش حلوه والنضاره فجاه غمقت وما انتش مدرك، ده اسمه الذكاء العاطفي. اما الذكاء الاجتماعي قدرتك على رؤيه الاخرين وفهمهم والقعده فيها ايه اللي بيحصل حواليك، ده اسمه ذكاء اجتماعي. عندك مجسه طبيعيه تقول لك فلان ده ابعد عني، لا فلان قرب لي، فلان ده شكله متضايق، فلان ده ممكن يركب معايا، لا ما يركبش معايا، فلان ده باين عليه متكبر، باين عليه كده، لا انت ما كنتش مركز معايا، لا انت مركز معايا. واحد مركز مع الناس، ده الذكاء الاجتماعي. النوع الرابع او الذكاء الرابع اللي هو الذكاء اللغوي. ده برضه بتتولد فيه، بيبقى ليك رزق منه، ان الله قسم اخلاقكم كما قسم ارزاقكم. بتلاقي ايه؟ رزقك من الذكاء اللغوي قدرتك على التعبير الذاتي. في واحد تفهم وعايز يقوله من جمله، عنده موهبه القدره على التعبير وعايز يوصل اللي هو عايزه. في واحد يقعد يكلمك كده اسبوع ما تفهمش عايز يقول ايه. طب يا ابني انت عايز تقول ايه يا ابني؟ من اول الليمبي ويونس شلبي في فراس وشغالين لحد بقى وانت طالع يقول لك مش عارف ايه كذا كذا، وتلاقيه مش الكلام ما بيسعفوش. في واحد عنده كلام سهل، منهم بقى الكتاب والادباء والصحفيين بتوع عناوين معينه الى اخره. الذكاء اللي بعد كده احنا كده قلنا الرابع مش كده؟ الخامس اللي هو الذكاء الجسماني العضلي. برضو في ناس عندها ذكاء جسماني عضلي. يعني ايه ذكاء جسماني عضلي؟ يعني قادر يخلي جسمه ووشه متوافق مع ذهنه. فانا لو مبسوط اني شفت حضرتك هقول لك ايه؟ ازيك عامل ايه؟ وايه الاخبار؟ وتمام؟ رائع. وفي واحد يقول لك ايه؟ ده انا ليه؟ هل انا مبسوط؟ مبسوط، بس وشي مش ما بيسعفنيش. تمام؟ في حاجه اسمها ذكاء الجغرافي المساحي. بذكاء مهندسين يقدر يعمل رسمه معينه، يشوف مساحه اوضه. انا النهارده قعدت 100 سنه عشان تقول لي مساحه الاوضه دي كام، ولو قلت لي حتى من بره دي 10 في 12 انا مش عارف يعني ايه 10 في 12. مش متخيله. بروح بيتي بالعافيه في الاتجاهات الشمال والجنوب وكده، ده اسمه ذكاء مساحي. في حاجه اسمها ذكاء الطبيعه، قدرتك على التواصل مع الطبيعه. يعني الناس اللي بتدرس الفلك وعالم الحيوان وعالم البحار الى اخره. وفي حاجه اسمها الذكاء الفني، الناس عندها ذوق. في ناس لو قعدت 100 سنه مش هتعرف تلبس، مطلوبها كده. هو مش عارف يركب لبس على بعض، هو ايه؟ واحد شيك كده من يومه ويروحوا نفس المحل. سبحان الله، صح؟ مش بنشوفهم كده؟ واحده بنت حتى وهي فقيره تلاقي لبسها بسيط بس عارفه تنسق الالوان، تحط الطرحه مش عارف ايه، وده يحط اللبس ايه، وفي يعني الواحده سبحان الله يعني ايه ما تعرفش تبص لها من اللي هي عملتها نفسها. تمام؟ دي حقيقه. والبيوت نفس الحكايه، في بيوت منظمه فيها الوان متسقه دي وراها ذكاء فني. في ناس ما عندهاش كده. فانت ربنا مختبيك ومديلك نعم معينه حاول تكتشفها. التطبع ده بيبقى هو الاخر سببه الاخر او مصدره الاخر في حياتك. الاخر من اول الام. الام دي كارثه على مستوى النفس، بمعنى هي اكبر مؤثر حتى لو ان لم تراه في حياتك. انصحكم اللي والدته عايشه او اللي متوفاه الله سبحانه وتعالى يعمل معاها انترفيو زي الصحفي كده. اقلع عقليه الابن او الابنه واعمل معاها كانك بتحقق تحقيق صحفي. بتحب ايه وليه؟ ايه احسن يوم في حياتك وليه؟ ايه اسوء يوم في حياتك وليه؟ ايه اكتر حاجه بتكرهيها؟ ايه اكتر حاجه بتحبيها؟ ايه مثلك الاعلى؟ ايه الامثله اللي بتؤمني بيها؟ ايه الحاجه اللي كان نفسك تعمليها وما عملتيهاش؟ اعمل معاك تحقيق صحفي. اقرا التحقيق ده بعد فتره وبص عليه كده هتتفجع اللي هتعرفه عن نفسك. لها تاثير رهيب. الاب، الزملاء، الاصحاب، الشله، البلد اللي انت عايش فيها، المجتمع، كل ده تاثيره عليك بيساوي سلوك. يتبقى العنصر الثالث الاخير اللي هو عنصر الاراده. عنصر الاراده اللي احنا بنقول عليه اسمه ابي جين او السيطره ما فوق الجين. كلمه ابي جايه من ابيديرمس يعني فوق الشيء. انت تقدر تعمل اوفر رايد للجين زي لما تعمل اوفر رايد للسيستم في الكمبيوتر. عمرك ما تقدر تغير طبعك، الطبع لا يتغير. هيفضل دايما البلو برنت موجود، بس
تقدر تعمله باي باس، تقدر تهدده. فانت النهارده لو انت بطبعك عندك حرص، عمرك ما هتبقى كريم الكرم على الاخر، بس هتبقى اقل حرصا واكثر كرما من غيرك، والعكس صحيح. تمام؟ الاي بي جي ده هو ارادتك، ممارسه الاراده، وهو اكثر عنصر في الثلاثه عنصر متغير. عامل زي العضله. لو انت بتلعب 100 ضغط في اليوم، العضله هتكبر. سبتها هتضمر، يبقى ارادتك هنا بتكونتراكت وبتكسباند كل يوم على حسب ممارستك ليها وتهذيبك ليها. الاحصائيه بتقول ان العنصر 1 و2 اللي تحت يمثلوا في سلوك الانسان 95%، والاراده تمثل 5% لاغلب البني ادمين. اذا اللي بيمارس الاراده وبيفعلها اقل القليل، 1 على 20. من كل 20 في واحد بيمارس ارادته فول فليدج. الباقيين امع، بمعنى سايب نفسه مع الناس، اذا احسن الناس احسن، اذا اساءوا اساء. بيتاثر سريعا بالاجواء اللي حواليه وبيسلم نفسه للطباع، واذا كانت طباع سوء فلا ادب الفيل ولا اديب. ماشي بالمبدا ده، ترجع ليه لعادتها القديمه وخلاص. ما بيحاولش يمارس فكره الاراده اللي هي ممكن تكبر مع التهديد. طيب ازاي نقدر نعلي الاي بي جي ده؟ سريعا كده اديكم 3 خصائص، الوقت مش هيسع نتكلم عليهم باستفاضه بس هاخدهم سريعا. اول خاصيه محتاج تفهمها وتستوعبها وتمارسها هي قصه الوعي. الوعي ببساطه هو قدرتك، القدره على توليد يعني دائما متجدد، توليد معلومات ذات جوده عاليه عن نفسك. يا جماعه ناس كتير قوي مش عارفه نفسها، عندهم حاجه اسمها عقليه الغريب، دينجرز مايند سيندروم آفة اسمها عقليه الغريب. ما بقاش عارف نفسه، ما بقاش عارف هو عايز ايه وليه، ما بقاش عارف اللي بيزعله وبيزعله ليه، وبيحب ايه وعايز ايه بالظبط ليه. مش مركز مع نفسك، ما بتراقبهاش. واغلب السبب ليه؟ لانك انت مش شايف ان هي ليها قيمه اصلا. ده بعد نفسي اعمق شويه. فمهم قوي ربنا خلقك، اداك قدرات كتيره قوي، اداك ارزاق كتيره قوي، من ضمنها رزق الاخلاق والمواهب والخصائص والامتيازات عن غيرك، اداك قدر من التميز قد تكون انت مش شايفه، وعشان تشوفه محتاج تدور عليه، ومحتاج تبقى تؤمن انه موجود اصلا. ما تخليش المجتمع من حواليك يحطك في علبه او يعلم عليك زي ما بيقولوا بناء على معاييره هو. يعني في نقطه حاجه بالنسبه لي فيها يعني سخريه، قدر السخريه. يقول لك اصل الناس بتقول، اولا الناس مين؟ هو انت تعرف الناس كلها اصلا؟ مش هو يقصد يعني ناس، هم غالبا بيبقوا 6. انا بتكلم جد والله، ده بحث في جامعه ستانفورد بيقول لك لما الواحد يقول كلمه مجتمع والناس بيقصد 6 محوريين. اصل انت تعرف الناس، هو انت لو رحت اتجوزت على مراتك ولا عملت عامله هتنزل سواق تاكسي يقول لك هو حضرتك متجوز على مراتك؟ مش هيقول لك هو حضرتك مش عارف ايه، هو انت اللي فشلت في الامتحان؟ هو انت اللي غيرت الكارير بتاعك؟ هو انت اللي اتفقت من الشغل؟ وانت ماشي في الشارع الناس بتبص لك كده؟ فكلمه الناس دي ده هاجس عندك. كلمه المجتمع هيقول على ايه؟ محدش دريان بحد اصلا. وبعدين المجتمع ايه اللي انت بتقيس نفسك عليه؟ هو انت فرحان قوي بمعايير المجتمع اللي حواليك دلوقتي؟ يعني اغلب الناس بترمي زباله في الشارع، فانت بتحكم على نفسك على اي اساس؟ وبعدين في حاجه اسمها كل اللي بيقارن نفسه باللي حواليه او المجتمع ده اقرب وسيله للميديوكريسيتي، انك انت تبقى ماشي جنب الحيط زي ما بيقولوا. المتوسط العام هو اللي بيقيس نفسه بالمجتمع. فدور جوه ما تدورش بره. شوف ربنا اداك ايه، ودي هتيجي من المراقبه، من الممارسه. ان شاء الله لو 10 دقائق في اليوم، 10 دقائق قبل ما تنام، تظبط الموبايل بتاعك على 3 مراحل في اليوم كده، الصبح وفي منتصف اليوم واخره، تسال نفسك انا ايه الاخبار؟ انا عملت ايه النهارده؟ انت حاسس بايه؟ ما تبقاش عامل زي اللي ماشي وهو نايم. سليب ووكينج. معظم الناس اغلب حياتها عامل زي اللي ماشي وهو نايم. ماشي ومش دريان، كالناقة حين عقلوها ثم تركوها فلا يدري فيما عقلوها ولا فيما تركوها. يبقى ايه؟ مش شايف، مش قادر يشوف، لانه مش ما تعودش